الدبرياج عندك لو قطع أو فصل منك لأي سبب، يا إما بتتصل بفني بيجيلك يصلح المشكلة في مكانك، يا إما بتخلي حد يسحبك لأقرب ورشة عمل. في طريقة بتعملها بتخليك تشغل السيارة وتمشي بيها عادي، والطريقة دي سهلة جدا وأي حد يقدر يعملها، وهنعرفها مع بعض بشكل عملي. ولكن الأهم من كده إن في ملاحظات مهمة جدا لازم تراعيها وانت بتنفذ الطريقة دي، علشان ما يحصلش معاك مشاكل تانية غير المشكلة اللي انت فيها أصلا وتعطل نفسك. في البداية هنعرف ازاي تتحرك بالسيارة والدبرياج مفصول، وفي الآخر هنعرف الملاحظات المهمة بحيث الفكرة توصل لك بشكل واضح وبسيط من غير أي مشاكل بإذن الله. أول حاجة لازم المحرك يكون مفصول، ما ينفعش يكون شغال، علشان لما تيجي تغير النقلات الجير بوكس يتحرك معاك بسهولة، فلازم المحرك يكون مفصول. أول حاجة هتحط الغيار الأول، وهتحط المفتاح، وهتشغل أول تكة، وهتنتظر 5 ثواني، وهتشغل المحرك. واحد هيقول لي انت لو شغلت المحرك وانت حاطط الغيار الأول السيارة هتندفع فجأة للأمام وهتفصل. هقول لك هو ده بالظبط اللي احنا عايزين نعمله، بس احنا مش هنسيبها تفصل، احنا هنعمل حاجة زيادة تخليها تشتغل وتتحرك وتمشي بيها. في نفس اللحظة اللي هتشغل فيها المحرك هتضغط على دواسة البنزين، هتلاقي العربية اشتغلت معاك وهتتحرك وهتاخد طريقها. كل اللي انا عملته اني استغليت اندفاع السيارة للأمام، وفي نفس اللحظة ضغطت بنزين فاشتغلت واتحركت معايا. لو انت ماشي في طريق كله مطبات او مزدحم جدا والمسافة اللي هتمشيها لحد الميكانيكي مش بعيدة، يبقى هتمشي على الغيار الأول وتشغل الانتظار، وهتمشي على يمين الطريق لحد أقرب ورشة عمل. طب لو الطريق اللي انت ماشي فيه سريع شوية وانت عايز تمشي على الغيار التاني، هتعمل نفس الكلام اللي قلناه، بس بدل ما تحط الغيار الأول هتحط الغيار التاني. هتفصل المحرك وانت واقف في مكانك، وهتحط الغيار التاني، وهتشغل أول تكة للمفتاح وتنتظر 5 ثواني، وهتشغل المحرك وفي نفس الوقت هتدوس بنزين. هتلاقي العربية بتدردر معاك بسيط في بداية الحركة، وبعد كده هتشتغل وتتحرك معاك بسهولة. هتمشي على يمين الطريق وتشغل الانتظار، وتفضل ماشي على الغيار التاني لحد أقرب ورشة عمل. أما بالنسبة إنك تنقل باقي غيارات الجير بوكس أثناء ما السيارة ماشية، هكلمك عنها، بس هنروح الأول للجزء الأهم في الفيديو واللي هيخليك تطبق الكلام اللي قلناه بدون ما يحصل أي مشاكل بإذن الله. وعايزك تركز معايا علشان فيهم كام نقطة مهمين جدا.